السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة نعمل شوية كحك ما شاء الله. كان بيدوب دوب، مستوي كويس قوي، مليان فراغات من جوه. اللون بتاعه من تحت جميل قوي ما شاء الله. شايفين المنظر والرسمة بتاعته حتى ما فرشتش ولا راحت زي ما هي. وبصوا اول ما بدوس عليه كده بيدوب معايا دوب ما شاء الله. والطعم حكاية، من غير سكر بودرة، يتاكل سادة. هنقول بسم الله. النهاردة هعمل 2 كيلو من الدقيق، عليهم كيلو 100 جرام من السمنة البلدي بدرجة حرارة الغرفة، وكل كيلو من الدقيق عليهم 3 معالق من السكر البودر. كده هحط 6 معالق عشان دول 2 كيلو. وهحط حوالي من 5 ل6 معالق سمسم متحمصين ومعلقتين من ريحة الكحك، وهندوبهم كويس قوي ما شاء الله. الخطوات دي لو مشيت عليها تاكلي الكحك يعني من غير سكر بودرة، كحك كده مظبوط ودايب دوب في البق. بعد كده هننزل كيلو من الدقيق وهنقلب يا دوبك. بس هندخل دلوقتي الدقيق في السمنة وهنفضل نعجن بس عشان نعرف نحط المكونات على بعضها. وادي الكيلو التاني، بس عشان ما شاء الله الكمية كانت كبيرة فنقلتها في طبق اكبر. هنا بقى هندخل الدقيق في السمنة. بعد كده هاتك بس. كل اللي احنا هنعمله ان احنا نقعد نبس حوالي 10 دقايق لربع ساعة. كل ما تبسي العجينة وتدخلي السمنة في الدقيق هتاخدي كحك دايب مستوي كويس جدا، مليان فراغات، ماسك نفسه، النقشة بتاعته مش بتبوظ. بس كويس الكحك عشان يطلع معاكو الكحك مظبوط بالمنظر ده. بعد كده هنجيب كوبايه الا ربع ميه واحط عليها معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وعلى طرف المعلقه خميره. عايزه اقول لكم بقى هنا انا بحط الميه وبدخل يا دوبك الميه في العجين. انا الحته دي ما قطعتش منها حاجه عشان تشوفوا التكنيك بتاع العجن عامل ازاي. انا مش بعجن، انا يا دوبك بلم العجينه حاجة بسيطة كده، واحدة واحدة بالراحة لحد ما هتتلم معانا. العجينة هنا ما بنحطش فيها بيكنج باودر كتير ولا خميرة كتير. في ناس بتحط كيس او كيسين على ال2 كيلو، وكيس على الكيلو، او كيس بيكنج باودر. ماشي تمام، بس الموضوع ده مش لازم في الكحك قوي. انا هوريكم الكحك ما شاء الله طالع معايا عامل ازاي. البصمه مسحتش، لان لو في ناس لسه مستجده وبتعمل الكحك لا الموضوع معاها بيفرش وبالبصمه بتروح. فدي اسلم طريقه لعمل الكحك. احنا يا دوبك بنحط حاجه بسيطه عشان العجينه تتنفس، وبنعمل لها اختبار اهو ما شاء الله. ضغطنا عليها ما بتشققش، العجينة حلوة قوي، طرية في نفس الوقت. بمسك العجينة او القطعة اللي انا هكورها واشكلها، بحننها كده في بطن ايدي وما شاء الله بضغط عليها ضغطة كاملة، لا بتشقق ولا بتفرول معايا. طب لو بتشقق نعمل ايه؟ بنحط عليها معلقة من السمنة وبعجن. ولو ناعمة قوي ومش ماسكه نفسها، لا بحط عليها شويه من الميه، وبرده بدخل يا دوبك العجينه في الميه. عندي البصامه وعندي المنقاش، واهم حاجه نغطيها عشان ما تنشفش مننا وتفرول معانا. اهم حاجه نغطيها ونمسك قطعه قطعه نحننها في بطن ايدينا، وبعد كده نشكل. عندي البصامه وعندي المنقاش. انا الصراحه بحب شكل البصامه قوي. برضو المنقاش الشكل اللي انتوا عايزينه تعملوه. انا بوريكم الطريقه برضو بتاعه المنقاش. في ناس بتعمل اشكال وحاجات ما شاء الله بتبدع فيها، بس انا بحب شكل البسطامه. والحجم بتاع الكحكايه ما يبقاش كبير، بحاول اخلي كل كحكايه سوا بعضه. النواعم هنا بتستوي على درجه حراره منخفضه جدا، لا تعلي عليها ولا تخليها متوسطه، في الرف الوسطاني. وكمان بتراقبيه من كل وقت للتاني على حسب نوع الفرن. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.